الفيلم ده بيتكون من 4 مشاهد أساسية أو 3 أو 4 أحداث أساسية. الحدث الأول اللي هو معركة الرمانة اللي دارت في يوم 11 يوليو 67، واللي راح تحيطها النقيب عوني عزة، واللي اتدمر لنا فيها 2 توربيد، 2 لانش توربيد. الجزء الثاني يعني هو المناورات البحرية اللي قامت بيها المدمرة إيلات قبل ما تتحرك من أشدود 11 أكتوبر، يعني قبل معركة بورسعيد البحرية. ودي كانت آخر حاجة تقوم بيها عامة المدمرة إيلات، وبعد كده نامت بقى في البحر بقى تحت في الأعماق بقى. كانت آخر حاجة تقوم بيها المناورات البحرية دي، وكانت مناورات الذخيرة الحقيقة مناورات كبيرة أوي كانت إسرائيل تستعرض قوتها فيها. الحدث الثالث من الفيلم هو معركة بورسعيد البحرية، هو ده الأساس بتاع الفيلم، اللي هو تم فيه تدمير المدمرة إيلات، وتم فيه تدمير المدمرة حيفا، أو اللي بيسموها الإسرائيليين يافو. يعني أنت عايز تقول حيفا، عايز تقول يافو، الاتنين صح. هي اسمها حيفا، احنا بنقولها نسميها حيفا، هم كانوا بيسموها يافو. فتم تدمير في معركة بورسعيد البحرية، تم تدمير المدمرة إيلات والمدمرة حيفا، وكان انتقام طبعا شديد خالص للي حصل لنا في معركة الرمان. المشهد الرابع أو الجزء الرابع من الفيلم هو انتشال الجثث القتلى اليهود من البحر بعد تدمير المدمرة، وانتشال الأحياء منهم أو إنقاذ المصابين منهم، والجنازة بتاعت قتلى تدمير المدمرة إيلات، الجنازة بتاعت الجنود القتلى يعني. دول ال4 مشاهد الأساسية في الفيلم، واتفرج عليها هنشوف المشاهد دي بالتفصيل جوه. في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي انضم إلى القوات البحرية المصرية سلاح جديد، هو سلاح صواريخ سطح المحمولة على لانشات، وتكون في هذا الوقت ما عرف باسم اللواء الثاني لانشات صواريخ بقيادة العقيد السيد عبد العال. وتكون أحد أسراب هذا اللواء من لانشين يحملان أرقام 504 و501، ويقود السرب النقيب أحمد شاكر عبد الواحد. خرجت القوات البحرية المصرية من حرب يونيو عام 67 بدون خسائر، لعدم حدوث أي اشتباكات مع البحرية الإسرائيلية التي كانت تعرف تماما فارق القوة. إلى أن مرت الأيام وإحنا في حالة الذهول ديت والإحباط الشديد، إلى أن جالنا أمر إنذاري بالتشكيل بتاعنا إنه يعيد تمركزه من الإسكندرية إلى قاعدة بورسعيد البحرية. دي كانت جات لنا يعني ريحتنا، بحيث إن إحنا عاوزين نعمل حاجة. فطبعا أول ما كنا بنتسابق إن إحنا نطلع من بره اسكندرية، وخصوصا إن إحنا قربنا بورسعيد جنب إسرائيل، فطبعا إن إحنا هنروح على خط النار دي، طبعا دي حاجة إحنا كنا طالبينها وكنا عاوزينها. اتمركزنا إحنا في الظروف الحلوة بقى اللي ربنا كاتبها لنا دي في جونة الصيد، جونة بتاع السمك بتاع الأنفوشة كده، يعني إيه اللانش 504 بتاعنا احنا بتاع شاكر الله يرحمه، واقف في وسط البلانصات بتاع السمك وعليه شباك تمويه، يعني اللي يشوفوه بتاع سمك، يعني لانش سمك في وسط. في واحدة من هذه الاستراحات أقام ضباط سرب لانشات الصواريخ، وفي الاستراحة المجاورة كان يقيم ضباط سرب لانشات التوربيد بقيادة النقيب عوني عازر. إيلات المعركة الأولى، معركة الرمانة، مكانها 12 ميل شرق بورسعيد. تاريخها كان 11 يوليو 1967، بعد شهر تقريبا من وقف إطلاق النار. المدمرة كانت بتمارس الدوريات الروتينية بتاعتها من أشدود لسواحل شمال سيناء، الأماكن اللي هي تقع تحت السيادة الإسرائيلية، لحد قناة السويس، مدخل قناة السويس شرق بورسعيد. إسحاق شيشان قبطان إيلات بيحكي بعد 35 سنة كتابه المعركة الأخيرة في أواخر يونيو أصدر
الأدميرال إيرل تعليمات مختلفة للقوات. الأمر المكتوب كان بينص على أن إيلات تقوم بصحبة زورقين توربيد بالمرور الدوريات العادية على حدود مناطق السيادة البحرية بالقرب من بورسعيد. إيرل بقى أعطى أمر شفهي بتدمير أي سفينة تلاحظ أو تتشاف قدام بورسعيد. تلقى قائد المدمرة إيلات تعليمات بالتحرك بمصاحبة 2 من لانشات التوربيد المسلحة للوصول إلى المنطقة شمال شرق بورسعيد، وعمل كمين لأي وحدات بحرية مصرية تخرج من ميناء بورسعيد للقيام بدوريات استطلاع في هذه المنطقة. ظهرت المدمرة إيلات على شاشة رادار القاعدة البحرية، فصدرت التعليمات للنقيب عوني عازر قائد سرب لانشات التوربيد المكون من لانشين بالخروج لاستطلاع الهدف وعدم الاشتباك معه إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس. رغم ان احنا كنا معترضين على خروج لانشات التوربيد لوحدها. هو لانشات الصواريخ ما بتطلعش للاستطلاع، هو طلع لانشات توربيد للاستطلاع مش عشان الحرب، مش عشان الضرب. يعني هو ما كانش في مخه انه هو عاوز يضرب، لو كان في مخه انه عاوز يضرب كان طلع لانشات الصواريخ على طول. خرجت لانشات التوربيد من ميناء بورسعيد لتنفيذ المهمة، وواجهت اللانشات صعوبات ومشاكل فنية أثناء تقدمها باتجاه الهدف المعادي، فتعطلت الرادارات وتقدمت اللانشات بسرعات بطيئة نظرا لسوء الحالة الفنية للماكينات. العوامل دي كلها ساعدت ان الاسرائيلي تجرأوا، لقوا اللانشات سرعتها بطيئة، لقوا ان هم قربوا عليهم ومش شايفينهم، الرادار مش عمله الفني مش مظبوط. فطبعا كل دي عوامل هم لما اكتشفوها تجرأوا ودخلوا وعملوا كمين لللانشات. خرجت اللانشات الإسرائيلية من مكمنها وفتحت النار على اللانش الثاني. واحنا كنا على الاستماع بين شبكة قيادة القاعدة ولانشات التوربيد في الخارج أثناء المعركة. فكان اللانش الثاني بقيادة النقيب ممدوح شمس فبيبلغ عن ان في حرايق في غرفة اللاسلكي عنده. فقيادة القاعدة قالت له عد فورا الى الميناء، قال لهم انا بكافح النيران دلوقتي، وبعد كده اتقطع الاتصال تماما. غرق اللانش الثاني واستشهد جميع أفراده، وبقي اللانش الأول بقيادة النقيب عوني عازر وحيدا في مواجهة غير متكافئة مع المدمرة إيلات. المدمرة الكاليبر بتاعها أو العيار بتاعها 4.5 بوصة، والمدى بتاعها 8 ميل بحر. فقعد تحت نيران، شوف من بعد بتضرب المدمرة على اللانش ويتفادى ويعمل مناورات تفادي الهجوم. أمر عوني عازر من تبقى على قيد الحياة من طاقمه بالقفز في المياه، وانتزع تيلات الأمان الخاصة بقذائف الأعماق، ووجه مقدمة اللانش ناحية المدمرة الإسرائيلية ليصطدم بها. أصيب طاقم المدمرة بالذعر، وأطلقت نيران المدفعية بكثافة شديدة على اللانش لينفجر على مسافة 30 مترا فقط من المدمرة وتتناثر شظاياه على سطحها. استشهد النقيب عوني عازر ربنا يرحمه ومساعده الملازم رجائي فتاة ربنا يرحمه، وأصيب 8 من طاقم المدمرة وتدمير محرك الرادار المدمرة، وإصابات مباشرة كانت في الجانب الأيمن من المدمرة. طلعنا تاني يوم
جبنا الأشلاء بتاعتهم عبارة عن خشب، كانت لانشات خشب أصلا، خشب كله لحم وكله دم، وكان في 3 بس أحياء من اللانشين. معركة عوني عازر، الشهيد عوني عازر وممدوح شمس، خلت بقى موضوع طار شخصي بيننا وبين الناس دي. قبل تدمير مدمر ايلات بأيام قليلة، قبل ما اتحرك من أشدود في 11 أكتوبر بأيام قليلة، عملت مناورات شديدة قوي. كان استعراض قوة، كان بتستعرض قوتها، وإسرائيل بتستعرض قوتها البحرية. عملت مناورات بحرية بالذخيرة الحية، مناورات كبيرة قوي. ودي كانت آخر حاجة بقى تعملها المدمرة في حياتها. بعد كده طبعا ضربت وغرقت في البحر، وما زالت غرقانة حتى الآن، هي والمدمرة حيفا أو يافو كما يسميها الإسرائيلي. مناورات كانت شديدة قوي يعني. أكتوبر سنة 1967 مدمرة ايلات اتحركت من ميناء أشدود بإسرائيل عشان دورياتها العادية، ووصلت لحد شرق بورسعيد، والجميع كان واثق إن مفيش حاجة هتحصل خالص، مطمنين 24 قيراط. وعشان كده عملوا حفلة عليها واستبدلوا 100 فرد من الطاقم بتاع المدمرة ب100 فرد يعتبروا طلاب يعني، قربوا يتخرجوا وعاملين حفلة بقى وهي سعيدة. عادت المدمرة الإسرائيلية إيلات مرة أخرى إلى نفس المنطقة بمصاحبة تشكيل بحري إسرائيلي لتمارس هوايتها في التسكع على حدود المياه الإقليمية المصرية. ففي هذا اليوم أنا كنت في مركز العمليات، وبلغني ضابط الاستطلاع في تقرير الاستطلاع إن في كومندان مركب تجاري دخلت ميناء بورسعيد اليوم، وبلغت إنه القائد بلغ إنه شاف مدمرتين إسرائيليتين على مسافة 40 ميل شمال شرق بورسعيد. احنا كضباط تنفيذيين في سرب لانشات الصواريخ، اول بلاغ سمعناه جالنا رسمي من قائد القاعده ان برفع درجه سعادة السرب الساعه 6 صباحا يوم 21 اكتوبر. كلف النقيب أحمد شاكر الملازم أول حسن حسني باستطلاع الهدف المعادي من نقطة المراقبة البصرية الموجودة على سطح أحد فنادق بورسعيد. اخترقت إيلات المياه الإقليمية المصرية بمسافة 1.5 ميل، ثم استدارت وعادت مرة أخرى إلى المياه الدولية. فرحت طلبت اللواء طلعت حسن علي اللي هو كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، فطلبته قلت له كان في مركب إسرائيلي دخلت المياه الإقليمية وطلعت، فعاوزين إذن لو دخلت تاني نضربها بمنتهى الهدوء يعني. قال لي لا، لازم استأذن من القائد العام للقوات المسلحة، كان الفريق محمد فوزي. قلت له استأذن واديني خبر. طلب الفريق محمد فوزي من الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا التصديق على قرار القوات البحرية، وبالفعل صدق الرئيس عبد الناصر على القرار. فطبعا قائد القاعدة بعت لنا سريعا، فخدنا التلقين بالمهمة انا والنقيب احمد شاكر الله يرحمه. كان متفق ان احنا كتعليمات قتال في اللانشات، حتى ان احنا كان اللانش الاولاني اللي هو 504
بقيادة النقيب أحمد شاكر، كان هو هيضرب أول صاروخ وبعدين يليه صاروخ من اللانش التاني وبعدين ننتظر نشوف النتيجة إيه. لو حصل إن الهدف ما زال عايم وما حصلش فيه خسائر أو ما حصلش فيه إصابات، بنروح هو ضارب التالت وبعدين نروح أنا ضارب إيه الرابع. أول ما طلعنا من فتحة المينا كنا لقطنا الأهداف على الرادار، مسكنا الأهداف اللي كانت بره، كان باين بقى المدمرة اللي هي هدف كبير موجود، كان باين إن هو داخل المياه الإقليمية على بعد 11.5 ميل. وجنب الصواريخ يعني كل البني ادمين اللي بتاع التورته واللي بتاع القواذف والرادار وبتاع يسيب كله وينزل في الدرع الواطي. هذه المنطقة بتحقق حماية الطقم أثناء خروج الصاروخ، لأن الصاروخ لما بيطلع بقوة ضغط هائلة من الصوت والضغط، زائد لهب شديد جدا، زائد مجموعة غازات خانقة سامة. استعد اطلاق صاروخ جانب ايمن اللي هو اليمين، العد التنازلي 8 7 6 5 3 4 2 اطلق، راح طالع. أول ما أطلق الصاروخ رقم 1 ابتدينا نتبع هذا الصاروخ على الرادار بتاع اللانش القيادة إلى أن ظهر الصاروخ دخل في منتصف الهدف. الله اكبر! يعني ايه الله اكبر؟ احنا بقى ايه انفعلنا زي على الجو. الله اكبر! انا حضرت القائد وهو جنب مني، هو ضرب أول صاروخ، أنا كنت متوقع يقول لي أطلق الصاروخ بتاعك، يعني ما أقدرش أطلق إلا لما هو يقول لي أطلق، فأروح قايل أطلق وأطلق الصاروخ. فما أعطانيش الأمر ده، فاستنيت شوية ما أعطانيش برضه الأمر، فأنا طبعا ما أقدرش أطلق إلا لما لازم يديني الأمر، لأن مش هوجة هي العملية. المهم بعد دقيقتين لقيته هو طالق صاروخ تاني طالع من عنده. احنا ما انتظرناش بقى واحنا فاتحين الممشى العلوي، واحنا قعدنا ننظر للصاروخ الثاني الى ان لقيناه ماشي في اتجاه الهدف المعادي واختفى ورا الافق، وبعديها بثواني ابتدى يظهر انفجارات ورا الافق وعمود دخان كبير عامل زي حش الغراب. شفنا الانفجارات فيه، شفنا نار طالعه منه، اطمنا ان في انفجارات، يعني في اصابه 100%. ولو كانش هو كقائد سرب متاكد ان الاصابه دي ما تمتش، كان هيقول لازم حسب التعليمات اطلق الصواريخ الثانيه. أبلغ قائد قاعدة بورسعيد البحرية قيادة القوات البحرية في الإسكندرية بإغراق الهدف المعادي، ونقلت قيادة القوات البحرية الخبر إلى القائد العام للقوات المسلحة الذي نقله بدوره إلى الرئيس جمال عبد الناصر، الذي عقب قائلا إن هذا هو أسعد خبر سمعه منذ حرب يونيو. على قد ما النشوة كانت في لانش القيادة لانش 504 اللي هو ضرب أول صاروخين، على المقابل طقم اللانش الثاني كان في حالة إحباط وحزن شديد جدا إنه ما تيسروش إن هو يشترك كمان ويطلق صواريخه. طبعا زعلنا لحاجات كتير جدا، زعلنا ان احنا يعني فقدنا شرف الاشتراك في هذه المعركة. استدعى قائد القاعدة قائدي اللانشين ليقدما تقريرا عن المعركة. فأنا دخلت قائد القاعدة وبندي الموقف، فقلت له يا فندم البلاغ اللي عطاه لك النقيب أحمد شاكر كان لسه الهدف ما اختفاش، ساعة ما قال لك الهدف اختفى، وكان لسه الهدف ما اختفاش. طلب قائد القاعدة إعادة تشغيل الرادار، والذي توقف عن العمل بناء على طلب سرب لانشات الصواريخ عند خروجهم للهجوم على المدمرة الإسرائيلية. وعند إعادة تشغيل الرادار كان في الانتظار مفاجأة. لقيت
العقيد عادل هاشم جالي جري وبيقول لي الرادار بتاع قاعة بورسعيد اتصلح، ده الساعة 7:10 بعد حوالي ساعة ونص، وفي هدف ظهر في نفس المكان. رحت غرفة عمليات، نزلت تحت، هو تدارك الموقف اللي انا قلته له وتدارك الحتة اللي انا قلتها له وقال لي امشي اطلع بره فقال لي تعالى، وراح واخدني على الخريطة وقال لي انتوا عملتوا كذا وكذا وكذا، في هدف في نفس المنطقة، اطلع خد المهمة ان تضرب الهدف ده. وانا داخل على اللانش بقول لهم يلا شغل مكن جهز. الناس بقى هيصت ويعني دبت فيهم الروح تاني. رحت ضارب اول صاروخ جاء في منتصف الهدف. اول ما اطلقنا اول صاروخ الله اكبر كلنا كده وبقينا نحضن في بعض في الممشى تحت في الدرع الواقي. انا شايف انفجار وشايف كل حاجه، نروع زياده في التاكيد، وقلت اضرب الصاروخ الثاني وفعلا ضربت الصاروخ الثاني زياده في التاكيد اصابه الهدف. أعطى النقيب لطفي جاد الله بلاغا للقاعدة بإصابة الهدف وغرقه، وصدرت التعليمات للنقيب لطفي بالإبحار مباشرة إلى الإسكندرية وعدم العودة إلى قاعدة بورسعيد. غرقنا إسرائيل مركبين في ساعة واحدة، أو أكبر مركبين عندهم في ساعة واحدة. بدأت المنطقة تولع. أولا الطيران جه بعد دقيقتين بالظبط من الإطلاق، خدت سرعة بحيث إن أنا عاوز اطلع من المنطقه دي وفي اتجاه اسكندريه. بعد ما خدنا خط سير وابتدينا ننظم سرعتنا، فاحنا متوقعين رد فعل عنيف ضدنا. جاء بلاغ من ضابط التسليح وضابط اول على شاشه الرادار اللي هم واقفين، لان كانوا بيشوفوا المنطقه ايه. قالوا لي في 3 أهداف ماشيين بخط سير اللي هو بيبقى زي راس سهم كده، راس سهم قدامنا قدام سواحل دمياط. فابتدينا نقترب اكتر من الساحل لغايه ما اقتربنا من الساحل حوالي تقريبا ميل ونص. يعني لسه بقول يا لطفي هنشحط. رحنا اللانش لطش في تبة رمل تحت الميه ووقف اللانش. كل هم في ايه؟ في رصد الناس اللي هم الاهداف اللي هي انا بصيت على الرادار، فبصيت رحت نازل على الرادار وقعدت ابص عليها، لقيتهم بيلفوا كده بياخدوا كذا لفه وبعدين لقيتهم راحوا بعدين. طبعا انا لما شحطت في الساحل كنقطه دخلت في خط، فما بينتش على شاشه الرادار بتاعي، اختفيت من شاشه الرادار بتاعه، فقال لا ده باين عليه بالانس صيد ولا حاجه ودخل الحته دي. تلقى السفير صلاح جوهر وكيل وزارة الخارجية برقية من الجنرال أوتبول كبير مراقبي الأمم المتحدة تطلب من الحكومة المصرية إيقاف إطلاق النار حتى تتمكن الوحدات الإسرائيلية من تنفيذ عمليات الإنقاذ التي تجري في المنطقة. ووافقت مصر على طلب إسرائيل احتراما للجانب الإنساني في المعارك. Navy and civilian doctors and nurses battled to save the lives of wounded crewmen from the Israeli destroyer Elath, sunk by Soviet-built Egyptian missiles. 19 were killed, 28 more missing and presumed dead, and 48 wounded, some seriously. Egypt claims the Israeli warship entered Egyptian waters, but Israel denies the charge and says the Elath was 13.5 miles offshore. 5 of the dead are buried in a mass funeral in the port city of Haifa. High Israeli officials attend along with 10,000 mourners. Israeli Defense Minister Moshe Dayan states that President Nasser had resumed hostilities when he ordered the missile attack. In a memorial address, the commander of the Israeli Navy says the account will be settled
The blood of our comrades will not be forgotten. بعد سريان وقف إطلاق النار صدرت التعليمات لللانش 504 الراسي داخل ميناء بورسعيد بالمغادرة والإبحار إلى الإسكندرية لتوقع القيادة المصرية ضربة انتقامية إسرائيلية ضد قاعدة بورسعيد في صباح اليوم التالي. طبعا واحنا ماشيين في خط السير ده بقى قاعدين بترانزستور، راديو ترانزستور صغير بنسمع الأخبار، وقاعدين طبعا نهلل وفي حالة نشوة وسعادة ما بعدها سعادة. لقينا نفسنا في بئر إلى أن وصلنا الساعة 5:30 صباحا في ميناء اسكندرية. لقينا جميع السفن التجاري والحربي اللي في ميناء عمالة تضرب صفافير وزمامير وسراين لعلامة الانتصار والفرح والتحية لينا كلنا. لقينا في انتظارنا قائد القاعدة قائد اسكندرية البحرية، وكانت معاه منتظرنا بموسيقى القوات البحرية. فكان استقبال حافل وترحاب وأعناق. وبعدين واقف، راح جاي العميد بقى، جه القائد أحمد شاكر، رجع الطقم. رحت جمع له الطقم كله، أنا اللي بدي التمامات بقى. أرسل الفريق محمد فوزي طائرة خاصة إلى الإسكندرية لتحضر أبطال المعركة إلى مكتبه في القاهرة. رحنا وصلنا مكتب القائد العام، لقيناه بيقابلنا الفريق محمد فوزي على باب مكتبه وبابتسامة عريضة. احنا طبعا لا انسى الموقف ده، لان الفريق محمد فوزي معروف من ايام ما كان مدير كلية حربية، كان راجل صارم جدا ولا يعرف الابتسامة دي خالص على وجهه، وكان قاسي. فكان راجل احنا مرعب يعني، كان فعلا احنا فكل واحد فيه رهبة وهيقابله، فكنا نقابله ويقابلنا على باب مكتبه بابتسامة عريضة. فكانت يعني غريبة جدا علينا، وفجأة يعني لم يظهر أبدا في حياته إنه بيبتسم. وأهلا بالأبطال، رفعتوا رأس مصر، وإن الزعيم جمال ناصر يعني هيكافئكم على هذا العمل اللي رفعتوا بيه رأس مصر. وخدنا قعدنا في غرفة ملحقة بالمكتب بتاعه، وابتدينا نتداول الحديث ونحلل، نقول له ظروف المعركة. كان مطلوب في هذا الوقت حاجة تفوق الناس وتفوق القوات المسلحة. فطبعا العملية جت سريعة، ان لانش 500 اول ما وصل كان مطلوب دعاية كبيرة واعلام، بحيث ان يعني ينقل حالة الركود اللي مصر فيها والشعب فيها والقوات المسلحة، ينقلها نقلة. ظهرت الصحف المصرية في اليوم التالي تحمل خبر إغراق قطعتين بحريتين للعدو أمام سواحل بورسعيد. كان التصور ان الضربة الثانية بتاعت النقيب لطفي انها سفينة اخرى، انما عشان ايام بعد موضوع النكسة والاكزاجريشن والمبالغة في الخسائر، فبقى اسرائيل اعلنت ان هي ايلات هي اللي غرقت بس. فالتزمنا المتحدث الرسمي لمصر اعلن ان هي قام لانشين غرقوا مدمرة ايلات. انا لما شغلت الرادار بتاعي في ساعة الاطلاق الاول اللي هو اطلقه، كان فيه فعلا هدفين موجودين على الرادار، هدف في المياه الاقليمية، وهدف خارج المياه الاقليمية على مسافة 25 ميل، والاثنين كانوا قد بعض. انا بالنسبة لنا احنا طلعنا ضربنا هدف اسرائيلي وغرقناه، ثم ظهر هدف تاني طلعنا ضربناه وغرقناه. والدليل على ذلك ان المركب حيفا لم تظهر منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، لا في اسرائيل ولا خارج اسرائيل. راحت فين؟ طبعا سفينة صعب انها تستخبى، ما نعرف مين يوميها نعرف. حتى الصحف الكويتية في هذا الوقت اثناء الضربة تحدت اسرائيل ان تعقد مؤتمر صحفي فوق السفينة حيفا، ولم يحدث.
غيرت معركة بورسعيد البحرية وجه الحياة في مصر والعالم العربي، ورفعت الروح المعنوية للقوات المسلحة والشعب المصري إلى عنان السماء. وخرجت إسرائيل من المعركة بحصيلة خسائر بلغت 47 قتيلا و90 جريحا، من بينهم قائد المدمرة. والله انا اجمل تهنئه ان انا لما فتحت جرايد وقريت فيها السطور والتحطيم المدمره والانباء اللي حصلت والحاجات اللي حصلت دي، هي دي كانت التهنئه. هو في تهنئه احسن من كده؟ ان انا لقيت النتيجه للعمل بتاعي. والله هو التكريم اللي حصل اساسا ان القوات البحريه بقى اعتبرته عيدا للقوات البحريه في 21 اكتوبر كله. فطبعا كل 21 اكتوبر بيبقى عيد، اللي مش ليا بس ولا للطقم، لا ده للبحريه كلها. وطبعا البحريه لما بتعمل عيد بتعمل احتفال وبتعمل سهره عندنا في القوات البحريه. وطبعا انا باخد تهنئه لما بروح 21 اكتوبر، كل الناس وكل زمايلي وكل الناس اللي بتهنيني ما زال كل سنه بتهنيني برضه، فباخد كل سنه تهنئه. الحمد لله.